السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ الصحيحه هي هذه. كنتمنى تكونوا في افضل الحالات وانتم كتشاهدوا الفيديو ديالي اللي غادي نبداوه كيف ما العاده بالصلاه على النبي. وانتم رددوا معايا: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كنجد بكم ترحاب مرة أخرى في هذا الفيديو هذا. شكون فينا ما كتكونش عنده شي موهبة يقدر يكون عارفها غير هو كيحتفظ بها لنفسه؟ يقدر يكونوا عارفينها المقربين منه أو لا لونطوراج ديالو. فأنا هاد الموهبة ديال اللي عندي هي الكتابة. يعني ملي كنتذكر من أيام الدراسة وبالضبط في العطلة ديال الكاترياماني كنت حسيت بأفكار كتجيني وكنترجمها على أرض الواقع، يعني كنكتبها. هنا كيف ما شفتوا معايا، هنا كنكتب معكم هاد الجزء من هاد القصة ديالي هادي، اللي ديجا أنا كنت كتبتها في النوط عندي في التليفون. راكم عارفين هاد الأفكار كيجيونا تقريبا مع الفجر أولا في الليل، يعني في الهدوء فاش كيكون داك السكون. فالقصة ديالي اللي هي أنفاس والماضي، العنوان ديالها كيف ما شفتوا معايا أنا كنكتبها معكم. بالنسبة ليا هاد الموهبة هادي زوينة بزاف. يعني ما كنحتاجوش فيها الكثير، يكفي غير أنها تكون عندنا الموهبة أنه يجيونا أفكار. فأنا كيف ما قلت لكم في هدوء الليل في سكون الليل قرابة الفجر كيجيوني بزاف ديال الأفكار. وكان يعني ما غاديش نقدر نوض ونجبد الستيلو والورقة ونشعل الضوء داكشي، ولكن كاينة واحد لابليكاسيون اللي هي نوت في التليفون ديال أي واحد فينا. أنا تما فين كنبدا نكتب ما كنبغيش نضيع دوك الافكار نهائيا، على حقاش ما كنديرش فيهم شي مجهود ولا نفكر في هاد الافكار هادو. يعني كيجيو الروسهم، يعني يكفي غير انني نبدا نكتبهم وصافي. ما كان هما كيكونوا موجودين، خصني انا غير كيف ما قلت لكم نترجمهم من افكار في راسي الكتابه بحال هكا في اجنده او في دفتر او في النوت ديال البورطابل. هذه هي الموهبة ديالي أنا، والانطوراج ديالي راه عارفها، أولا الأسرة ديالي الصغيرة. وأكيد كل وحدة فينا أولا كل واحد فينا كتكون عنده شي حاجة كتعجبو يديرها. سوا يكتب مثلا قصص، أولا يكتب مثلا شعر، أولا يكتب. أنا هنايا كنت مؤخرا وليت كنكتب بزاف، ولكن كنبارطاجي داكشي في تيك توك لحقاش كيكون داكشي غير على شكل هكا فيديوهات قصار. يوتيوب راكم عارفين ما خص الفيديو يكون فيه على الأقل 8 دقائق. هنا كنحط غير مرة دي بوست، اما داكشي الاخر كنحطو في تيك توك. صافي هادشي اللي كاين، بغيت نبارطاجي معكم هادشي هذا. وهنايا غادي نوريكم بزاف ديال الحويجات في هذا الفيديو الا بقيتوا معايا بطبيعه الله حتى الاخر. الموسم الدراسي على الابواب، الا كانت شي عطله راه تسالات، كان شي صفر الناس راه كتحاول ترجع من الصفر باش كتهيئ للدخول المدرسي اللي ما بقالوش صراحه والو. اليوم أنا غنبارطاجي معاكم شنو هما الحويجات اللي بديت كنديرهم باش كنستقبل منهم الدخول المدرسي. أكيد عندنا وليدات في البيوت ديالنا، خصنا نشوفوا شنو خاصهم في هاد الدخول المدرسي. وغيطرا كيف ما قلت لكم تغيير كبير في البيوت ديالنا. فالعطلة ماشي هي القراية، العطلة كلشي كيكون عشوائي، الفياق عشوائي، النعاس حتى هو عشوائي، الماكلة بطريقة عشوائية. ولكن راه ما بقى والو، تجي القرايه وغنرجعوا للروتينات ديالنا العاديين. هنا كانت عندي هذه المكتبه كيف ما كتشوفوا معايا، صغيره في الحجم ديالها، وايضا كيف ما كتشوفوا فيها الغوز، يعني ديال دوك الكتكوتات الصغار. بما ان البنات بداو كيكبروا فراكم عارفين اوتوماتيكمون كينتقلوا من مرحله الطفوله لمرحله المراهقه. هنا راه ما كيبقاوش كيبغيو هذا الشيء الغوز وهذا الشيء الكيوت وهذا الشيء الصغير. وعاد ما كتهز ليهمش بزاف. انا عندي البنات دابا تبارك الله كيكون عندهم مكتوبه بزاف، يعني هذا الشيء ما بقاش خدام لي. فانا قررت انني نحيدها وغادي نعوضها بوحده اخرى اللي هي كبيره وغادي تهز ليا بزاف. وراكم عارفين كيف ما قلت لكم الدخول المدرسي على الابواب غادي نحتاجوا المكتبه ضروريه في اي دار. ما يمكنش نكونوا شي دار ما فيهاش مكتبه او ما فيهاش واحد ليسباس، يكون كبير يكون صغير ما كيهمش، فين كنجمعوا الكتوبه الادوات، فين يكونوا الطابليات، فين يكونوا المحافظ. هادو كلهم امور خصنا نجتهدوا ونحاولوا نلقاو لهم ليسباس، واخا ما يكونش نجبدوه. هنا نبارطاجي معكم انا في هذا الفيديو جزء، وغادي نخلي لكم حتى الجزء القادم اولا الفيديو القادم غادي نكمل معكم هذا الفيديو. هنا المكتبه اللي خديت هي هذه. الصراحه هاد المكتبات كنجيبوهم في بيم، ولكن كيطيروا ما كيبقاوش. الثمن ديالهم 300 درهم. كيف ما قلت لكم راه ما كيبقاوش، خصكم تعسوا عليهم، وإلا عندكم شي زهر تلقاوهم.
فأنا خديتها، ما كنتش عوالة عليها، ما فكرت فيها حتى شي حاجة. قال لك صُدفة أحسن من ألف ميعاد، يعني أنا هذه جات بالصدفة وصافي. وهذا هو الكوان اللي كنوريكم، اللي فين درت أنا المكتبة للبنات، وفين كيجمعوا كتباتهم، وفين كيعلقوا طابلياتهم إلى آخره. المكتبة هذه كبيرة بالنسبة للعلو، عالية على الأخرى، وبالنسبة للعرض راها أقل من الأخرى، ولكن ماشي مشكل، حتى أنا عندي هاد ليسباس ضيق، ما بغيتش يجي مشارجي كيف ما شفتوا. الأخرى شوية حتى في الغرق غارقة، هذه يلاه جاية قد الكتاب وصافي، ماشي مشكل، حتى هذا أفونتاج بالنسبة ليا مع ليسباس ضيق كيف ما قلت لكم. فما يمكنلياش ندير شي حاجة كبيرة اللي غتضيق عليا، وخاصة كاينة تما الدورة من كولوار لكولوار. هنا غنفيكسيها في الحيط، فأنا ما يمكنلياش نخليها هكا محطوطة. دابا نوريكم علاش، لحقاش كتحرك. إلا تحطوا فيها الكتب تجي للأرض راه ما ثابتاش مزيان، ولكن غادي نفيكسيها بطريقتي. هي راه ما كتفيكساش، كيحطوها في الأرض وكيعطيوك معاها واحد الفيكساسيون غير الفوق، كنفيكسيوها غير من الفوق، كنثبتوها مع الحيط باش ما كتبقاش كتحرك. غنوريه لكم، ولكن أنا غادي نهزها من الأرض نهائيًا، لحقاش راكم عارفين كنسيقوا كنخملوا، فما يمكنش نبقاو نحركوا. إلا بغينا الأغراض تقدام عندنا وتبقى يعني جديدة كيف ما خديناها، خصنا دائما نجتهدوا ونبتكروا طرق، واخا هما ما يعطيوناش الطريقه، حنا نفكروا فيها لروسنا، نبتكروها لروسنا. كل وحده كدير داكشي اللي كيسلكها. بالنسبه ليا ما كيسلكنيش تبقى محطوطه بحال هكا، لانها خطر. خاصه نجي عندك شي ضيف عنده وليدات تبارك الله كيكونوا حركيين، يقيسها ينزلها الارض. فانا غنفيكسيها مزيان وغنهزها شويه على الارض كيف ما قلت لكم، لحقاش غتكون ثقيله بالكتب وبالاغراض. فما غيمكنليش نبقى نحركها كل مره. بالنسبه للطريقه باش غنفيكسيها انا، غادي نوريكم شنو هما الحويجات اللي غادي نحتاج. كاين هادو كيف ما كتشوفوا، هاد الجوج هادو راه كانوا ديجا عندي في ديك الاولى، باش كنت مفيكسيه الاولى غير نقص ليهم شويه في الطول حيت كانوا طوال. نقطعنا شويه الحديد باش يبقاو على هاد الطايه هادي، باش يجيو قد هاد المكتبه. هما ما غيبقاوش يبانوا لانهم غيكونوا لتحت من التحت ديال المكتبه. واخا تشوفوهم هكاك راه ما غيبانوش في الشكل ديالهم، وكيكون فيهم جوج تقيبات، يعني غيدخلوا في الحيط، يتفيكساو مع الحيط مزيان باش كتحط عليهم الثقل ديال المكتبه. هذه التويشيه هذه هما كيعطيوها لنا مع المكتبه، كتكون معاها هي اللي كتشد المكتبه باش كتفيكسيها في الحيط من الفوق، باش ما كتبقاش كتمشي وتجي كيف ما قلت لكم، على حقاش خطر، لانها غتكون عامره بالكتب الا طاحت على شي واحد الله يرحمه. صافي هنا غادي نفيكسيها من بعد، وغادي نوريكم الشكل النهائي في الفيديو الجاي. ترقبوه كيفاش جات المكتبه من بعد ما غنقادها ونفيكسيها وفي الحيط وننظمها ونرتبها وكل شيء. غنوريكم في الفيديو الجاي. كنتمنى الفيديو ديالي اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وتكونوا دوزتوا معايا هكايا شي وقيته ليا مزيانه، ونكون فتكم بشي حاجه. وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. هنا كنوريكم، شوفوا كي كتحرك ضروري خصها تفيكسا في الحيط مزيان وتثبت باش ما تبقاش كتمشي وتجي. وديك اللعيبه اللي وريتكم كتفيكسا من الفوق كاع، كتشد المكتبه مع الحيط. راقبوا الفيديو الجاي، وبسلام عليكم.